السلام عليكم. اليوم في قناة كنزة تيبس راح نشوفوا وصفة المايونيز سهلة بزاف وناجحة 100%. هذا الوصفة كانت ماما من بكري تديرها وجامي بدلتها لانه دايما تطلع لي. تبعوا برك التفاصيل حتى تنجح لكم. الحاجة اللي نديروها ان نجيب البيضة تاعي نضربها. بالنسبة للكمية اذا حبيتوا تضاعفوا الكمية ضاعفوا الحجم تاع المقادير. قبل ما نضربها راح نديرلها شويه تاع ملح. هنا راني كثرت شويه نتوما نقصوه. ليسونسيال هنا نضربوها مليح والبيضه لازم تكون ماشي بارده. اذا درناها ديريكتومون من الفريجيدير ماشي راح تطلع معنا. نخرجوها قبل ربع ساعه ولا 20 دقيقه هكذا قبل ما نخدموا بها ومن بعد خلاص نقدروا نخدموا بها وتطلع لنا عادي. هنا بعد ما ضربتها بهذا الشكل نبدا نزيد في الزيت. وعلى الزيت كما قالت لي ماما عينك ميزانك. هي تبقى تزيد في الزيت غير بالعقل وتضرب حتى تطلع معاها تحبس. انا درت القيس اللي كفاني عبرت لكم شويه زياده على نص كاس. واذا حبيتوها ثقيله اكثر زيدوا لها شويه زيت. الزيت تثقل لكم باسكو هي كل ما تزيدوا الزيت كل ما تلقاوها تثقل. زدت معاها واحد نصف ملعقه هكذا صغيره تاع خردل وملعقة كبيرة من الخل. هنا كما شفتوا الزيت تاعي كنت مازال ما كملتوش وبدات تثقل لي شويه. كي تبدا تثقل شويه نزيد لها هذه الاضافات. نزيدو نميكسو كلش ونبقاو نزيدو في هذيك الكميه تاع الزيت اللي بقات لنا غير بالعقل. وتقدروا تضيفوا زياده على الكميه اللي درتها انا اذا حبيتوها تجيكم ثقيله اكثر. وهنا شوفوا راهي بدات تقل معايا. شفتوا كل ما تزيدوا الزيت لازم تزيدوا تميكسوا مليح. ماشي غير تزيدوا الزيت خلاص تميكسوا مره زوج من بعد توقفوا. لا ميكسوها مليح تولي تقل معاكم. انا هذا هو القوام اللي حبست عنده. نتوما كما قلت لكم تقدروا تزيدوا الزيت وتثقل لكم اكثر. هنا طبعا بعد ما نديرها في الفريجيدير رايح الزيت تجمد ليه يعني تشد روحها. راح تشوفوا كيف راح تولي. هنا عندي هذه العلبة تاع اللي يديروا فيها الطمينة وكامل. انا دايما يعني ندس فيهم صوالح كي يكونوا كمية صغيرة. راح ندير فيها هذا المايونيز واللي تبقى لي كنت استخدمتها في مع شلاضة. هكذا بالك راهي تبان لكم خفيفة بزاف بصح دوك نوريكم كيف تولي بعد ما خرجها من الثلاجة. هنا طبعا راح نغلق هذه العلبة وملاح بزاف هذه العلب الصغار للاحتفاظ هكا بصوالح يكونوا ماشي كمية كبيرة بزاف. وهذه هي الكمية اللي بقات لي في الطاس اللي كنت خدمت فيه. يعني بيضة واحدة راح ادير لكم كمية لاباس بها. هنا بعد ما خليتها واحد 20 دقيقة هكذاك في الثلاجة وراح تشوفوا القوام تاعها كيف يولي. شوفوا خرجت ثقيلة وناجحة 100% كما قلت لكم. نتمنى انكم تجربوها واذا جربتوها ما تنساوش تعطونا آراءكم في التعليقات وما تنساوش تدعمونا بالاشتراك في القناة وديروا لنا جيم وتخلوا لنا تعليق. نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.